الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. صباح الفل والورد وكل حاجه حلوه على عنيكم. قبل ما نخش على الفيديو عايزه احلى لايك، عايزه كومنتات حلوه زيكم، كومنتاتكم بتفرحني قوي. ربنا يفرح قلوبكم زي ما بتفرحوني كده. يلا ايه نخش على الفيديو. انا معايا صدر فرخه ومعايا ورك، يعني معايا ورك وصدر. الصدر بيبقى لحمه ناشف شويه والورك طري، فهيبقوا حلوين قوي في الكفته. هفرمهم وهفرم البصلايه دي، بس انا هفرمهم مش ناعم، يعني فرم خشن، لكن البصلايه هفرمها ناعم. بس لسه هجيب ايه حته ليا هحطها معاهم، حته ليا هي هفرمها معاهم. اهم حاجه ان ايه تكون انت غاسله الحاجات دي ومصفياها من الميه، يعني ما فيهمش ريحه ميه خالص. انا غاسلاهم ومصفياهم من بدري في مصفى. بس انا هديهم وش واحد بس في المكنه وهرجع لكم تاني. اديت الفراخ وش واحد اهو زي ما قلت لكم، ودي البصلايه بصلايه وسط مش كبيره. انا صفيتها من الميه في المصفى اهو، الميه بتاعتها اهي. انا مش محتاجه الميه بتاعتها لان الميه بتاعتها تخلي الكفته تفك. دي البصلايه التفل بتاع البصلايه بس. معايا بقى هنا توابل ايه، معايا ملح، وده كربوناتو، ربع معلقه كربوناتو صغيره. بلح جوز الطيب، بابريكا، فلفل اسود، توم باودر. هنا بقى احط ايه حته هريسه صغيره قوي، هريسه شطه، ودي حسب الرغبه، يعني الشطه دي بتبقى حسب الرغبه. قلبتها ببعضيها بالتوابل بخلطتها بكله. هحطها بقى في التلاجة وهرجع لكم تاني. عندي هنا فرمت بصلايه كبيره على الميه بتاعت البصل اللي هي ايه اتبقت من الكفته، ما رميتهاش. هنزلها هنا كده. ودي قطايه بردك فرمتها. عصير الليمونه، شويه خل مش كتير عشان احط ليمونه. حته الهريسه دي احطها. عندي هنا بلح جوز الطيب، بابريكا، لا يا رب ده كان قرفه وبابريكا، معلش. دي بلح جوز الطيب وفلفل اسود، التاني كان قرفه وبابريكا، شويه قرفه صغيرين وبابريكا. وده توم باودر والملح. حط عليهم شويه سكر، نص معلقه صغيره. عندي بقى الفراخ غسلاها ومخليها تصفى، ما فيهاش برده نقطه ميه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزلها بقى في التتبيله القمر دي. هتبلها حلوه قوي كده وهحطها في التلاجة. يعني الحاجات دي هي والكفته مثلا اسيبهم لمده ساعتين، كل ما يقعدوا في التتبيله كل ما يكون احسن. جبت الكفته بقى من التلاجة اهو، ده طبق فيه زيت، ابل ايدي كده اهو. بقى لها حوالي ساعتين كده في التلاجة. كمان ولعت على الفحم. هعمل صباع تاني قدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم.
هحط طبعا على الفراخ الاول. هي الكفته مش تاخد حاجه يعني، مش تاخد سوا كتير، بس هحط الفراخ على الفحم وارجع بقى ايه اعمل الكفته على الهادي كده اهي. صبعتهم اهو كلهم. السياخ دي انا حطاها، اللي هي السياخ الخشب دي انا حطاها من الصبح في ميه سخنه، يعني لازم تحطيها في ميه سخنه عشان تستحمل النار منك. جبت بقى الفراخ اهو من التلاجة، بردك بقالها بتاع ساعتين 3. هحطها كده في الشبكه وانا مولعه الفحم. تتبيله بقى ايه، عسل عسل، ريحتها جميله وانتوا احلى طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو كبيره قوي الشبكه دي صح، بس اللي عندي بقى عشان لما بعمل كتير وعيالي بيبقوا عندي انا بكتر طبعا عن كده، لكن انا كده هاكل انا وابني بس، واللي يجي يا مرحب. لقمه هنيه تكفي 100. حطيتها على الفحم اهو. طبعا انتوا عارفين بقى يعني ايه، كل شويه اقلبها من الوش ده للوش ده عشان ما تستويش من حاجه وحاجه لا، ومعليه شويه النار ومش ههوي عليها عشان تستوي براحتها، مش تبقى واخده لون ونيه، لا انا عايزاها تستوي براحتها. بقلبها بقى كل شويه عشان ايه ما تشطش ولا تتحرق مني وما تشعوطش، وعشان كمان تستوي يعني ايه اقلبها كل شويه مش كتير. عندي بقى التتبيله دي اللي انا عاملاها، برشرش منها كده على الفراخ، تتبيله حلوه قوي، بس ما رش منها الا غير بعد الفراخ ما تتشمع، يعني تاخد وش معايا. بس شويه بقى اقلبها على الناحيه التانية، وبرضك ايه احط عليها شويه من التتبيله دي، وهحط برضك منها على الكفته، بس انا لسه ما حطيتش الكفته الوقت. حبايبي الفراخ استوت اهي. على فكره انا ايدي فيها كل شويه اقلب عشان ما الاقيش حته نيه. طبعا انا كمان ما هوتش عليها بالهوايه، انا سايباها تستوي ايه على الهادي كده. استوت، هطلعها كده وهحط الكفته. حطيت الكفته اهو، ودي الكبده والقنصه حطيت معاهم بصلايه وحطيتهم معاهم عشان لو اتركنوا مش هيتاكلوا اهو. اقصد يعني لو اتركنوا نيين خلاص هيبقى لازمتهم ايه، فقلت اسويهم كده مع الكفته. الكفته عامله ازاي، كل صباع ماسك نفسه، ولا صباع فك ولا اي حاجه. ما حطيتش غير الحاجات اللي انا حطيتها قدامكم، وهقول لكم وانا بقفل معاكم هقول لكم ايه السر اللي يخلي الكفته تبقى معاكم كده. اي كفته تعملوها، ولو عايزه كمان اعملها على سيخ حديد كنت عملتها وهتبقى جامده كده ماسكه راحه. ثقه بقى، ثقه في الله يعني. بس انا هقول لكم ايه السر اللي بيخلي الكفته تبقى ماسكه كده. حتى الكفته ام رز، حتى الكفته ام لحمه لما بعملها على السيخ، بصوا بصوا ماسكه ومتماسكه ازاي. بصوا بصوا السيخ عامله ازاي. حبايبي خلصت اكلي، عملت معاه السلطات بقى اللي هي المفروض مع المشاوي. عملت خيار مخلل سريع، عملت سلطه زبادي بالخيار، عملت سلطه خضراء، عملت سلطه طحينه. وانا بقول لكم احنا مش كتير هناكل، احنا نفرين انا وابني، حتى هو خرج ومش عارفه باين ياكل لوحدي. ودي سمبوسه، ودي الكفته، ودي الفراخ، ودي الكبده والقنصه. عايزه اوريكم بقى الحاجه مستويه ازاي عشان انا بصور بايد واحده. هحط التليفون على الحامل وهوريكم الكفته دي عامله ازاي. كفته طالعه مشكله حلوه قوي. وبشكر جدا الناس اللي دخلوا عندي جديد، بشكركم من كل قلبي، بشكركم. القناه مش هتكبر الا بيكم ومش هستمر الا بيكم، بجد انا بشكركم قوي، وانتوا على دماغي من فوق. هوريكم بقى الحاجه واوريكم الكفته مستويه ازاي والفراخ مستويه ازاي. كمان العيش ده انا عاملاه، حط حته سلطه زبادي كده، صباع كفته، تعالوا كلوا. عايزه اوريكم الكفته. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا ماسكه ازاي، بصوا بصوا صباع الكفته.
بصوا بتقطم. اقول لكم ايه سر الكفته بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحفه. اقول لكم ايه السر اللي خلى الكفته تمسك كده؟ شويه الكربونات. شويه الكربونات هم اللي خلوا الكفته تمسك كده. بصوا كمان الفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا مستويه ازاي. بصوا. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهارده وفيديوهات تكون بتعجبكم. استنوني ان شاء الله في فيديو جديد على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بردك ما تنسوش اللايكات والاشتراكات. السلام عليكم حبايبي.